وهذا الفيديو تيبين لنا بان ما عندهاش حريه ديالها، وبالتالي من له السلطه باش يحدد اللباس ديال المراه المغربيه؟ شكون؟ حنا الحمد لله عندنا الحريه في نلبسوا اللي بغينا. كنلقاو مراه لابسه البرقوع من حقها، كنلقاو فتيات لابسين لباس عادي تيتباع في ما يمكنش واحد اللباس تيتباع في السوق وتقول النساء ما تلبسوش. هذاك لباس راه تيتباع كسيوات، سريولات، ديباردور الى غير ذلك. هذاك اللباس كيتباع والناس كيشريوه لولادهم، وبالتالي راه ما يمكنش هاد السكيزوفرينيا نبقاو نعيشوها دائما. يجب الحد منها ويجب القطع معها. هنالك، انا كما كنقول، هنالك حريات وهنالك قانون. اللي فات الحدود ديالو كاين القانون، ولكن باش حنا نحكموا فيك كيفاش تلبس وكيفاش تاكل وفين تجلس وفين تمشي، فيجب القطع مع هذه الممارسات هذه. اولا ما شاهدناه مؤخرا في الفيديو ديال فتاة طنجة اللي تعرضت للتحرش في الشارع العام من طرف مجموعة من الشباب والشابات، فهاد الظاهرة هذه هي ظاهرة خطيرة جدا اللي تعرفها المجتمع المغربي، واللي كنا كنعتقدوا بأننا حدينا منها وبأننا تجاوزناها وبأننا قطعنا معها. للأسف الشديد أننا كنشوفوا بأنها ظاهرة لا زالت قائمة ولا زالت كتنتشر بشكل كبير. اولا بالنسبه للقوانين، راه المغرب دار قوانين كثيره، منها 113 منها القانون الجنائي اللي تيحمي المراه من هذا التحرش هذا. ولكن هنالك ادوار اخرى لا زالت خصها تاخذ، مؤسسات اخرى خصها تاخذ الدور ديالها. كاينه المؤسسه ديال التعليم، كاينه المؤسسات الاعلاميه، كاينه المؤسسات المدنيه، وكاينه الدوله، وكاينه بطبيعه الحال الادارات العموميه اللي خصها تاخذ بزمام الامور وتحمي المرافق العموميه من هاد الظواهر هذه المشينه للمجتمع والمشينه حتى للمغرب، اللي خطا خطوات كبيره نحو التنميه البشريه. ضرب اشواط كثيره في هذا المجال هذا، وما يمكنش هاد الناس هادو يردونا اللور. وحنا كنعرفوا مدينه طنجه راها مدينه منفتحه، مدينه دوليه، مدينه اللي تيجيو لها الناس من العالم كامل. وبالتالي ماشي هذه هي الصوره اللي خصنا نبينوا لهم، اننا نزرعوا لهم الخوف ونزرعوا لهم الرعب في قلوبهم باش يشوفوا بحال هاد الظاهره هذه. وحنا مقبلين على مجموعه ديال الاوراش الكبيره ديال 2030 2035. اشنو غنقولوا لهاد السياح هادو؟ غنقولوا لهم اجي ورا العيالات ديالكم الا لبسوا هكا راه غياكلوا العصا. وبالتالي حنا كنلتمس، انا شخصيا كنلتمس من القضاء، وما يمكنليش نقول لكم العقوبه لان هذاك ماشي الدور ديالي، هذاك الدور ديال القضاء، السلطه التقديريه. ولكن بحكم انني واحده من المدافعين على حق النساء في هذه البلاد هذه، ان يجب الضرب من حديد على مثل هذه الممارسات هذه اللي تتشوه السمعه ديال المراه المغربيه، تتشوه السمعه ديال مدينه طنجه، وتتشوه السمعه حتى ديال المغرب. اي امراه دارت شي اخلال قانوني او لا اخلاقي كاين القانون، ولكن ما من حق حتى شي واحد ياخذ القانون بيديه. القانون عنده المؤسسات ديالو، عنده القضاء ديالو، عنده النيابه ديالو، النيابه العامه، كل شيء كاين الحمد لله. وبالتالي اي واحد شاف شي اخلال كاين الحمد لله تليفون الو بوليس، واحد السيده هي دايره لنا واحد الفضيحه هنايا كذا كذا، كيدخلوا. ولكن باش ناخذوا القانون بيدينا فهذه كنعتبرها همجيه، وكنعتبرها جر المغرب للوراء وليس الى الامام.